منذ أن استخلف الله الإنسان على الأرض ظل العمل عنوان بقائه، والمهن مرآة وعيه بذاته وبالعالم من حوله، ومعيار التفاضل بالإسهام الحضاري بين الأمم. وعلى مر التاريخ لم تكن المهن في مسيرة الإنسان مجرد معايش، بل مرايا للقيم ومفاتيح للحضارات التي لم تبنى بالحجارة وحدها، بل بسواعد آمنت وعقول اجتهدت. وفي الإسلام بنيت بقلوب رأت في العمل عبادة، وفي الدنيا معبرا نحو الخلود. ومن الحرف الأولية مرورا بالثورات الصناعية ووصولا إلى الذكاء الاصطناعي لم تتوقف رحلة التطور، وظل السؤال ملحا: ما علاقة المهن بالأخلاق؟ ثم هل يصبح الإنسان تابعا لما يصنع؟ وقد زكى الإسلام العمران والعمل وأجل المهن حتى أصبحت رسالة أخلاقية وجسرا بين الإنسان وعمارة الأرض. فالمهن في المنظور الإسلامي لا تقاس بما تنتج فحسب، بل بما تحمله من قيم. فالأمانة والإتقان والإحسان ليست فضائل اختيارية، بل أسس لأي عمل يرتجي القبول. هنا يبرز التحدي: كيف تغرس الأخلاق في عالم تحكمه الخوارزميات وتديره الآلات؟ العمل في الإسلام قدوة نبوية، وصون كرامة، وواجب رعاية، وثواب متصل في الدارين، وعمران وحضارة. وإتقانه واجب لأنه شرط الاستخلاف في الأرض. قال تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. لقد علمنا الإسلام أن شرف المهنة لا يقاس بمكانتها الاجتماعية، بل بنيتها وإتقانها ونفعها للناس. فالمهنة في الإسلام ليست فعلا ماديا مجردا، بل سلوك أخلاقي تضبطه الأمانة ويزكيه الإحسان ويراقبه الضمير. قال النبي الأكرم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فهل الإتقان ترف أو هو أساس الحضارة؟ وهل يمكن لحضارة أن تزدهر إذا غابت القيم عن ميادين العمل؟ عمر العصر النبوي بأكثر من 200 مهنة وحرفة، شملت الزراعة والصناعة والتجارة والإدارة والفروسية والتطبيب والسفارة وسائر شؤون العمران. هذا التنوع لم يكن طارئا، بل تعبيرا عن مقصد أصيل: أن الإسلام دين عمران وحضارة، فالعمران فريضة إسلامية. وقد تنبه علماء الإسلام مبكرا إلى أهمية المهن، فدرسوها ونظموها وألفوا فيها. فكتب التلمساني كتاب تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية، وصار على منواله السيد محمد عبد الحي الكتاني، فدون في التراتيب الإدارية نظام العمل والإدارة في الحضارة الإسلامية. فلم يكن العمل عشوائيا ولا فرديا، بل مؤسسيا تحكمه القيم وتضبطه القواعد. ثم اتخذت أخلاقيات المهن عند المسلمين شكل مدونات السلوك الحديثة، كما يشهد بذلك كتاب الإمام المجدد تاج الدين السبكي معيد النعم ومبيد النقم، الذي حصر المهن في زمانه ووضع لكل مهنة قانونا أخلاقيا تنتج به وتحقق الأثر. ولسان حاله يقول: الحضارات لا تسقط فجأة، بل حين تفرغ المهن من أخلاقها. وفي طريق بناء الحضارة جاءت ثقافة الوقف الإسلامية بوصفها أهم أعمدة بناء الحضارة، وأصدق ما يكون ذلك في كنانة الله في أرضه مصر، حيث أسهمت في دعم التعليم وتمويل الحرف ورعاية الإنسان والحيوان والنبات. لذا كان الوقف الإسلامي بحق استثمارا مستداما في الإنسان، لا مجرد هبة تخبو مع الزمن. نشأت المهن والصناعة لتخفف عن الإنسان مشقة الحياة، ثم تطورت لتدير تفاصيلها، حتى أوشكت التكنولوجيا الحديثة أن تدير وعي الإنسان واختياراته وحالته النفسية
وعلاقته بالعالم في زمن بات فيه بعض الناس في حوار يومي مع الذكاء الاصطناعي، ليصبح السؤال: من يقود من؟ الإنسان أم الآلة؟ واليوم أصبح الذكاء الاصطناعي قادرا على تحويل الرؤية والسردية في أي ملف إلى ما يراه المنشئون، وبات يغير شكل المهن ويغيب كثيرا منها ويستحدث غيرها، ويزاحم الإنسان على موارد الكوكب، حتى باتت كبرى شركات التكنولوجيا تدرس امتلاك محطات نووية لتوفير الطاقة اللازمة لعملياتها. كما أن الأثر الكربوني للذكاء الاصطناعي قد بلغ 80 مليون طن في عام 2025، فيما بلغ استهلاكه من الماء في العام ذاته 765 مليار لتر. إن صون مستقبل المهن في عصر الذكاء الاصطناعي مسؤولية جماعية، تبدأ بالتنشئة وتستمر بالتعليم وتضبط بالتشريع، وتتطلب تعاونا دوليا واعيا. وهنا يطرح السؤال: هل تكون الغلبة لنزعة التكنولوجيا أم لنزعة الأنسنة؟ هنا تهدينا مقاصد الشرع الشريف إلى أن الإنسان هو الأصل بخلقه وروحه وكرامته، أما الآلة مهما بلغت فهي منطلق لعون الإنسان وإبداعه، لا بديلا عن الإنسان ولا حاكمة عليه. وإيمانا من وزارة الأوقاف المصرية بأهمية إعادة الاعتبار لقيم المهن بوصفها أحد أعمدة الحضارة الإنسانية، ومحركا جوهريا في مسيرة الأمم، وحصنا من انتكاس الأخلاق، ومنارة للمعرفة والبحث والتطوير، ووعاء للهوية، يأتي المؤتمر الدولي 36 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تحت عنوان المهن في الإسلام، أخلاقياتها وأثرها ومستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي، ليبحث في كل هذه المعاني بجهود كوكبة من العلماء والمفكرين، برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. فالمؤتمر يهدف إلى توثيق جانب من تاريخ المهن لدى الأمم، وإبراز قيمها الأخلاقية، وتبيان بعض إبداعات المسلمين التاريخية فيها، واستشراف التحولات المستقبلية لها في ضوء الثورة الصناعية الرابعة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تحليل فرصها وتحدياتها، وإعداد مدونة سلوك مهني مستمدة من القيم الإسلامية، وإعداد وثيقة القاهرة لأخلاقيات المهن في عصر الذكاء الاصطناعي. إن المهن حين تتجرد من القيم تنتج عمرانا بلا روح سرعان ما يذوي، وحين تستعار في ضوء الهدي السماوي تنجب حضارة عادلة وإنسانا نافعا ومجتمعا متوازنا. لذا ستكون الدنيا على موعد مع آلية الدردشة العاملة بالذكاء الاصطناعي شات بوت الأوقاف في غضون عام من الآن، مزودة بمحتوى فكري آمن. المهن رسالة ومسؤولية وبوصلة حضارية، فالإكرام حظ الإنسان من الله، والعمران فريضة الله على الإنسان، خلقه ليعلو لا ليعلى عليه. وتبقى النصيحة النبوية نبراسا لأمة الوسط في الأخذ بمخرجات التقدم، أن سددوا وقاربوا.